هي ليه الرجالة بتحب كرة القدم؟ كرة القدم أو زي ما بنسميها الساحرة المستديرة هي اللي بتسرق عقول الشباب، ودايما بنشوف الستات بتقف مذهولة قدام الرجالة وهم قاعدين بالساعات قدام مباراة كرة قدم أو قدام البلاي ستيشن لما بيقعدوا يلعبوا لفترات مفتوحة ممكن ما تنتهيش، إلا طبعا لو النوم كبس عليه بعد تعب شديد. عايزين نعرف بقى إيه اللي بيربط ما بين الرجالة وما بين لعبة كرة القدم، وليه الرجالة بتحب كرة القدم بالذات بالشكل ده، وده السؤال اللي بيدور في عقول كتير من الستات. انا بقى جاي اجاوبك على السؤال من ناحيتين، من ناحية علمية ومن ناحية نفسية. اول حاجة ان الرجالة ليها مواصفات خاصة دايما بيلاقيها في لعبة كرة القدم، زي عند الستات حاجات كتير بيحبوها وبيفضلوها، زي مثلا كتير من الستات بتلاقيهم بيفضلوا النشاطات اللي بتخليهم على تواصل مع مشاعرهم ومشاعر الناس اللي حواليهم، وده بيخليهم قادرين بكل سهولة انهم يعبروا عن الفرح وعن الخوف وعن سعادتهم لما بيخلصوا حاجة بيعملوها. وده طبعا اللي مخلي الستات بيحبوا المسلسلات العربي والافلام الرومانسية او ينزلوا يعملوا شوبينج. عندك بقى الرجالة بيحبوا الانشطة اللي بتعتمد اكتر على الحركة وعلى العنف اذا لزم الامر، لان بيلاقوا في النشاطات دي تعبير عن الغضب والفخر والحماس اكتر ما بيتكلم. وطبعا مباريات كرة القدم بتمثل للراجل الهروب من التفكير في الاعباء والمسؤوليات، وده طبعا بيلاقيه في مستطيل اخضر معزول عن العالم الخارجي، بيتفرج فيها على لعبة بيلعبها رجالة زيه قواعدها لا تمت للواقع بصلة. وطبعا لعبة زي دي بتخلق عالم خاص للراجل يقدر يغيب جواه لمدة ساعات من الحماس والفرحة بالفوز. طب ليه بقى لعبة كرة القدم لعبة رجالية بحتة؟ لانها بتوفر للرجال التعبير عن المشاعر اللي بيشوفها في الواقع، لان طبعا الراجل متعود على اخفاء المشاعر دي عشان خاطر ما يبقاش الموضوع محرج ليه. فطبعا مباريات كرة القدم هي المساحة الآمنة اللي بيكون فيها الراجل على طبيعته. وطبعا كتير من الرجالة بيلاقوا في اللعبة دي حاجات بتنقصهم في الحياة العادية. طب ايه هي بقى الحاجات اللي ناقصة للراجل في الحياة العادية؟ كرة القدم بتدي للراجل عالم خاص، لانها طبعا الحاجة الوحيدة اللي بيتفق عليها كل الرجالة بعيدا عن الستات. وحتى لو ما اتفقوش على فريق واحد او لاعب واحد، مجرد ما يتكلموا عن مهارة لاعب او عن ماتش شافوه امبارح مثلا او الاحداث اللي جايه عن المباريات المهمة في الدوري الاوروبي او الدوري الانجليزي، ده بيخلي ادرينالين السعادة والحماس بيزيد جدا عند الرجالة. فعندك مثلا الرجالة يقدروا يتكلموا عن كرة القدم في اي مكان ومع اي حد ان شاء الله حتى ما يعرفوهوش. عندك بقى كرة القدم دي بتخليهم يشعروا بالانتماء. عندك يعني كتير من الرجالة بيفتقدوا للفخر والانتماء في كتير من امورهم الشخصيه الا لو كانت مهمه، زي مثلا النقاش في العلم والتكنولوجيا هتلاقيه مش مهم لناس كتير، او طبعا الاوضاع الاقتصاديه فطبعا الراجل بيهرب منها اول ما بينزل من البيت. فبتيجي هنا بقى كره القدم اللي بتكون بالنسبه للراجل دايره الاهتمام اللي بيقدر ينفذ بيها عن كل اللي جواه. فمع الوقت طبعا بنلاقي النادي او اللاعب او الفريق اللي بيشجعه بيعتبر للراجل بمثابه الصديق او العيله اللي بينتمي ليها، وبيشارك فريقه طبعا الفوز او الخسارة من كل قلبه، وبتتكون طبعا رابطة عاطفية ما بين المشجع وما بين الفريق بتاعه، بتكون مشابهة طبعا للرابطة اللي بتحصل ما بين الستات وما بين المسلسلات التركي الطويلة. ولكن الفرق هنا ان اللاعب والفريق شخصيات حقيقية بتكون ليها روابط ومشاعر اقوى واعمق. ودايما كرة القدم بتدي حالة كده للراجل من النوستالجيا اللي بتديه حنين لأمجاد الماضي، خصوصا لو فاز فريقه أو لاعبه المفضل، فساعتها بيحس الراجل إن هو جزء من فوز فريقه. نيجي بقى لنقطة إن كرة القدم بيتوفر فيها العنف اللي محبب عند الرجالة. الرجالة طبيعتهم الخشنة دايما تلاقيهم بيميلوا للعنف والإثارة والحماس، وده طبعا أسهل حاجة بتقدمها كرة القدم. فدايما تشوف إن في لاعب أصاب لاعب من الفريق التاني، أو مثلا عمل حركة خبيثة اتسبب في طرد لاعب، وده من المكائد اللي بتحبها الرجالة لأنها طبعا مبررة ومنطقية. وده طبعا اللي بيخلي لعبة كرة القدم معظم مشجعينها من الرجالة مش من الستات. ومتعة كرة القدم مش بتنتهي لما فريق يخسر، سواء كنت بتشجع الفريق الفايز او الفريق الخسران هتفضل برضو تتفرج، لان طبعا استمتاعك بلعبة كرة القدم هو اللي بيخليك تتفرج عليها مش مجرد النتيجة. ولان كرة القدم بتخليك تحقق الاحلام والانتصارات اللي انت مش عارف تعملها في الواقع في حياة الراجل العادية المليانة بالروتين واللي ما فيهاش دايما اي جديد ولا شيء من الحماس ولا الاثارة. وده دايما اللي بتشوفه لما فريقك
المفضل يحقق انتصار، وبيكون طبعا فرحان زي ما يكون هو اللي فاز. عشان كده بنلاقي دايما احلام الراجل بترتبط بكرة القدم، وكل راجل عايز يكون جزء من الحلم ده، اما بالتشجيع او اللعب او حتى بالتحليل الكروي. ودي طبعا الحكاوي اللي ما بتخلاش من قعدة الرجالة. هنيجي بقى على ان كرة القدم وسيلة للتباهي قدام الستات. بتعتمد طبعا كرة القدم على اللياقة البدنية والمهارة الجسدية، ودي طبعا اللي بتلفت انتباه الست للراجل وبتخليه هنا محط اعجاب وتقدير. وكرة القدم ما هي الا مساحة لاستعراض المهارات البدنية وسط منافسة شديدة على مرأى ومسمع كل الستات. فانتماء الراجل لفريق معين بيمنحه ميزة خاصة عند الستات. وفي النهاية بنلاقي كرة القدم بتخلي الراجل على طبيعته عكس اي نشاط تاني، وده عالم صعب على الستات انها تفهمه لكن سهل تتعايش معاه.